احمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك بيرد رد محترم جدا على عدلي القيعي وابراهيم المنيسي. عدلي القيعي وابراهيم المنيسي طالعين في حلقة عشان يتكلموا على احمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك وبعض التصريحات اللي هم قالوها. عدلي القيعي بيقول للمنيسي: انا مش عارف ازاي متحدث رسمي باسم نادي طالع حتى مش على قناة النادي وبيتكلم عن النادي الاهلي. ما هو طبيعي انا هطلع على قناة الزمالك هتكلم الزمالك، انما انا طالع في برنامج تاني هتكلم على اي حد. انا طالع على قناة محايدة مش قناة نادي الزمالك ولا قناة النادي الاهلي، فانا هتكلم على اي حد. وبعدين هو ما جابش سيرة الاهلي. المهم ان عدلي القيعي بيقول للنميسي: لا ده المفروض يقعد جنب اخواته، والمنيسي بيقول له المفروض. هنسمع مع بعض احمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك رد عليهم وقال لهم ايه. رد محترم جدا من المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك. نسمع مع بعض. فكره زملائي الافاضل المحترمين، الاستاذ احمد موسى، الاستاذ تامر امين، الاستاذ خير رمضان، الاستاذ لميس الحديدي، الاستاذ سيد علي، كلهم اهلاويه وبيتكلموا في الكوره وبيعلنوا انتمائهم بمنتهى الحريه، وبيتكلموا بالمناسبه عن الزمالك عادي جدا. ما شفتش حضرتك يا باشمهندس اعترضت عليهم قبل كده او قلت لا ازاي ناس تتكلم في برامج خاصه على انديه وهم بيشجعوا انديه ثانيه؟ ولا عشان برضو المنصب يمكن؟ ولا يكونش انتقاد الزمالك ده حلال ومباح ومجرد الحديث عن الاهلي ولو باحترام هو كفر والحاد وخروج عن المله؟ ما الزمالك طول ال 24 ساعه بيتقطع في البرامج الرياضيه كلها. اشمعنى حضرتك ما لم يستفزك يعني الكلام؟ ولا هي في اسئله تخص الزمالك ينفع تتسال عن الزمالك ولاعيب الزمالك واوضه لبس الزمالك، لكن عيب تطرح عن لاعبي الاهلي واوضه لبس النادي الاهلي وغيره في النادي الاهلي؟ هل في مثلا قانون اعلامي بيمنع تناول اخبار انديه بعينها؟ ما اعتقدش. وزي ما سمعنا كده المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك احمد سالم قال الكلام اللي كل جمهور الزمالك نفسه يقوله، كلام اللي بيحصل بالفعل. كل الناس بتطلع تقطع في نادي الزمالك في اي قناة وفي اي حتة، محدش بيقول لهم انتوا بتقولوا ايه. ولما اعلامي واحد يطلع يلمح ويجيب سيرة الاهلي من قريب او من بعيد وما بيغلطش، يطلع واحد زي عدلي القيعي والمنيسي ويتكلموا عليه ويقطعوا فيه ويقول لك يروح يقعد جنب اخواته. هو ده الاعلام في مصر، زي ما قال احمد سالم متحدث باسم نادي الزمالك. اللي بيتكلم ويجيب سيرة الاهلي كأنه كفر او الحد. الاهلي ليه قانون خاص ما ينفعش حد يتكلم عليه. بوجه التحية لاحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك على الكلام المحترم اللي هو قاله، الكلام اللي كل جمهور الزمالك عايز يقوله. الف تحية لاحمد سالم.